البرنامج. يونس افتيسان، شريف حجار، ربما احنا نحنسكم شويه بالسؤال هذا، رايكم وش صار بين المدرب الوطني جمال بالماضي والاعلام الجزائري؟ طبعا نقاش مفتوح لكم. انا نظن بالماضي اخطاء، خاصه لما ولا بفوز. هنا الفوز هذا كان هو اللي يروح للصحفيين، هو يرفد المستوى ديالو، ما لازمش كناخب وطني. ناخب وطني يحبط المستوى ديالو حتى وين يلحق، ما اوكين صافي دير اوكان جيست فيزافي دي زوم اللي كانوا تما، فيزافي دي جورناليست. انا نقول نقص التواضع، نقص التواضع، نقص التواضع اللي خلات بالماضي اليوم. لما انا نظن خاصه لا ديرنيير ديكلاراسيون اللي دار في نيلسون مانديلا بعد الفوز اللي فاز، والاسئله والتليفون وكاع شغل، راه اليوم دخل اون كونفلي مع لي جورناليست. يا اللي انتم فوما دي كريتيكي، انا اليوم جو ريبون با. وانا نظن ان هادو هما الاسباب اللي خلاو بالماضي اليوم ما يكونش عنده هذيك التواضع، هذيك اللي كيما نقولوا لا موديستي. اليوم راه مدرب وطني، خاصه يخاطب الشعب الجزائري. لا جوستومون حتى احنا وسيله باش جوستومون راك حكيتها لي وسيم. هاد لي جورناليست اللي راحوا صباح 5 دو ماتان، واش راحوا يديروا؟ راحوا باش يجيبوا لي زانفورماسيون باش يمدوهم كيما نقولوا حنايا للشعب الجزائري. احنا همزه وصل بين الناخب الوطني خليني يونس قبل ما خليني نسمعك تصريحات الناخب الوطني، خلينا ندوي صحفيه. شوف التصريح. On mise beaucoup sur la. Après 5 ans et demi, c'est un sacré chèque, ça, quand même. Voilà, c'est un sacré chèque. C'est téléphone, hein, c'est téléphone. Et je ne cesserai de le répéter. Hein. Ne pensez pas que vous allez m'avoir à l'usure. Viendra le jour où j'arrêterai de parler parce que c'est fatigant. Si c'est ça que vous voulez, tant mieux, pas de souci. C'est pas une obligation de venir ici pour moi. Je peux envoyer quelqu'un d'autre ou je peux très, très facilement réduire la chose parce que je sens que c'est. L'idée, c'est de. On a beau vous prévenir, on a beau vous parler, ça fait 5 ans et demi qu'on parle et que c'est toujours dans la même situation. Vous aimez ça, vous aimez le Fauda peut-être, pour ceux qui sont concernés. Ben, ceux qui sont. Ben, moi je ne suis pas censé, je fais pas la sécurité ici. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dit qui doit être dans cette salle ou pas. C'est moi qui suis perturbé par ces conversations. Et vous devrez l'être aussi. Hein? Ben ça a fait la salle de conférence de presse. Moi je fais pas la sécurité. Et je viens de vous répondre. Personne n'a dit que les micros c'était le problème des journalistes. Non, en fait, on ne va pas faire le débat qu'il ne faut pas aujourd'hui. Un de la sécurité, la conférence de presse pour savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. C'est moi, c'est pas moi. Alors voilà, c'est tout ce que je dis moi. Je sais pas, j'ai dit que c'est fatigant, ça fait 5 ans et demi que ça dure, oui ou non? Il n'y a quasiment aucune conférence de presse qui s'est fait sans téléphone. Il y a tous ceux qui sont intéressés par l'équipe nationale qui aimeraient bien, pour une fois, avoir une conférence sans entendre de bruit de téléphone. C'est gênant, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et celui qui peut pas, il sort. طيب، مستوى من الحضيض طبعا، نعود نهبط الى الحضيض طبعا. والمدرب الوطني ايضا مطالب بالحديث باللغه العربيه قبل انتقاد الصحفيين لانه يتحدث بلغه المستعمر. وهب، وش رايك قبل خلينا نولي عند يونس افتيسان لان كانت عنده الكلمه، وش رايك فيما حدث سي يونس افتيسان؟ شوف والله انا نقول كان على بالماضي الترفع وتجاوز الامر. يعني كاسكو صونت الهاتف، يرن الهاتف كما قال رضا في المسجد ويرن امام ربي سبحانه وتعالى، يرن الهاتف وينسى الانسان. لما يرن الهاتف ماهيش نهايه العالم. كان يقول يدير ملاحظه يا سيدي، يدير ملاحظه يا ناس اطفئوا الهواتف ولكن ما ديرهاش سيجي، ما ديرهاش موضوع باش تحبس كما قال الشيخ الكواليس، تحبس كونفيرونس كومبليت على هاتف، تقعد على الهاتف. هذا ما ترفع شويه المستوى. يعني واش نقول لك انا تفضل. انا نشاطر الراي تاع رضا، ولكن رضا حتى لي جورناليست لازم يعطوا قيمه انفسهم. يا رضا يا رضا، واش هي رساله توجهها يونس؟ رساله مدرب هاوش الحاجه مدرب، هي رساله باش نتعامل مع الصحفيين. رساله تعامل مع الصحفي، لازم يقيم روحه. انا نقيم الصحفي، انا نعرف الصحفي لما يجي ليا انا نمشي ليه باسكو هو لانفورماسيون اللي احنا نعطيها له هو يوصلها. وهو هذا الصحفي هذا راهو يدير في خدمته. حتى هو راهو كيما بالماضي يحضر الاسئله ديال، يحضر اللاعبين تاعو على الجانب التقني وعلى الجانب التكتيكي. الصحفي يحضر الاسئله ديالو، واش من الاسئله راح يسال الناخب الوطني. دونك هاد الصحفيين حتى هما ثاني لازم يعطوا قيمه لنفسهم. لما تعطي قيمه بنفسك هو ما يدناش ليك وحتى هو يحترمك. رانا نشوفوا باللي اليوم ما نقولش كامل الصحفيين، ولكن بعض من الصحفيين، سامحوني الصحفيين، بعض من الصحفيين ما يحترموش انفسهم. هذا بالماضي اليوم هاو حاسب روحه باللي هو اللي راه الفوق كامل. احنا كاع اوني دي فانيبي. تعرف شنو فانيبي؟ سي دي فانيبي. حتى سامحني يونس، حتى نضع الجمهور الرياضي في الصوره. اللي راه يتحدث الان اسمه يونس افتيسان، مدرب وطني
عنده كاس العالم مع المنتخب العسكري، حتى باش نحطهم بين قوسين ربما الناس بتحصل على كاس العالم مع المنتخب العسكري. تفضل يونس. رضا وسيم خلي لا بصح يونس رضا ماشي، اسمح لي برك شيء، ماشي رضا. كاس العالم، لا رضا لا حتى هي رساله هي رساله خايفين هي رساله لا هذا الجيريان. هذه رساله انا حبيت نوجهها لانه مدرب ما تحصل على كاس العالم مع المنتخب العسكري. انت تكلمت وهو رساله يكونوا فهموها الناس. انت تكلمت على وليد وتكلمت هي دون لو موند دونتي رضا. نهضر انا ما نروحش نبقى غير في الجزائر. نهار لعبنا احنا لا كوب دي موند في الكوري، لو جينيرال ماجور الله يذكره على خير كان ياسيستي لي سيونس دونترينمون وياسيستي لي ريونيون تكنيك ويس ديبلاس معنا في البوس. هذه زياده فيا انا كناخب وزياده في اللاعبين. يعني وليد صادي لما تنقل مع المنتخب هذه زياده ما حدث منذ عهد روره على ما اظن. هذه زياده في المدرب وزياده في اللاعبين. لما رئيس فيدراليه يتنقل مع اللاعبين صافي دير سي ان سوتيان مورال اللي اليوم راه دار له ديبلاسمون مع اللاعبين ويأكد انه هو الرقم واحد، هو المسؤول الاول، هو المسؤول الاول وهو الالجيري. صافي دير اليوم رئيس اتحاديه يتنقل مع اللاعبين. اليوم هذه زياده للاعبين. انا نظن هذه هي اللي لازم تكون في المستقبل. هذا ناخب وطني كما كانوا كاع المدربين اللي جازوا قبل. شيف حجار خلي باش نروح عند شيف. تفضل رضا. اسمح لي شيخ عندك نسمع. نعطيك انا دي فوا صحفيين يجوا يخدموا المهنه تاعهم عباك يشوفوا فيهم طريقه انه عدو. الور اون كونتر بارتي تشوف عباد تلقاهم في الفندق وتلقاهم في الفيستير حاكمين التليفونات ويديروا ديديكاس مع بالماضي وبالماضي يحضر، وهذو الناس يسبوا الصحفيين ويدخلوا في المنطقه المختلطه ولا احد يتدخل بما فيهم الاتحاد الجزائري لكره القدم. ومن بعد فانت كونت كاع تشوف انت دي ميكرو في الصطاد تقول لهم هذا كل شيء خرطي. لا ماشي كل شيء خرطي. تراك في الجزائر تراك انت الجيريان كيما حنا. رسالتك لازم تكون واضحه. انت الجيريان كيما حنا وكلامك محسوب. وكلامك محسوب. كل شيء خرطي. وكلامك كل شيء خرطي. هذا كلام غير موزون. غير موزون. انت مزاجي ما تحبش الصحفيين ما يهمنيش، بصح كي توصل انه كل شيء خرطي. واش معناتها كل شيء خرطي في الجزائر هذه؟ واش معناتها؟ معناتها انه كي شاف لي ميكرو كاع خرطي. واش ما خرطي؟ واش حنا هذا واش الله غالب. حنا في الجزائر في 2023 هذا واش قدرنا الذكاء تاعنا واش قدرنا نديروا. واش خصنا؟ يعني نقول يعني واش خصنا؟ واش خصنا رضا؟ بالك يعني انا بعد واش خصنا؟ بالك انا بعد بالنسبه لي الكفاءات ناقصه في الجزائر. لا بالعكس ناقصين لاعبين في الجزائر. واش خصنا رضا؟ لازمش يطيحوا لنا المستوى ديالنا ويرجعونا ما كانش. رضا شنو رساله توجهها انت كاعلامي للاعلاميين وللناخب الوطني حتى نقضي خلاص ملف هذا نغلقوه نهائيا. مش نغلقوه نهائيا. الرساله تاعي على الاعلاميين انهم يحترموا المهنه تاعهم. كما قال لك الشيخ ماشي عيب انك تبريباري لا كيستيون وتمدها له كونفينابلومون. انا شفنا هذاك تاع واحد بلونجلي بدا بلونجلي بعد كملها بالعربيه ولو انا داخله في كما نقولوا احنا في البي تي زي تاع 2023. بصح يا صاحبي انت الناس اللي تشوف فيك العالم كاع يشوف فيك. واش معناتها ها من الصحفيين اللي تهضروا عليهم هكذا ولا يعني غلط. انت تبدا بلونجلي بعد تكملها بالفرنسي بعد ما تقيتلهاش كاع حل. علاش ديروا لنا احنا ماشي تكمل علينا ولا لا؟ شكون حنا زاد تكمل علينا هذاك الشيء؟ يعني حنا بكري ماشي بلا زاد الهواء والريح زاد بدا هذوك بلونجلي بعد شغل كذا نكمل بك. الرساله تاعي خلينا نمشي في الوقت. يحترم كيما احنا نحترموك لازم هو ثاني يحترم الصحفي والصحفيين يحترموا نفسهم. لازم بالماضي يدير في راسه باللي ما كاين حتى واحد ضده. انا نهضر على روحي ونهضر عليك واسيم بالك وهاب ثانيك اللي تسمى واغلبيه الصحفيين شكون اللي كونتر عليه. درك انت كونتر الموزمبيق ربحنا ما فرحت انت في كاع فرحنا وخرجنا. وهاني في بدايه الحصه واش قلت لك؟ قلت لك ستان طريبو كوتشينغ تاع المدرب الوطني خلاص. بصح اليوم يدير في راسه بلي احنا ماناش ضد المنتخب الوطني. لازم نضع كلنا المنتخب الوطني فوق كل اعتبار. انت مدرب وطني نحترمك احتراما يليق بمقامك وانت ايضا احترم الصحفيين وخلينا من هذوك المشاحنات. لا رانا عندنا هدف واحد اللي هو المنتخب الوطني. ماذا بينا احنا نروحوا لا كوب دافريك نشوفوا العلم تاع المنتخب الوطني الفوق في العلالي كما شفناه في مصر اعاده انجاز مصر. ونفس الشيء بالنسبه لكاس العالم. صح اننا ما رحناش في قطر ان شاء الله نروحوا في 2026 وكلش مبني على الاحترام المتبادل. خلينا نسمع فقط راي شريف حجار لانه ما سمعناش راي شريف حجار. انت عندك علاقه طيبه مع الصحفيين بشهاده يعني نقولوها بكل صراحه. صار صار بين مدرب والناخب الوطني انا سامحني حصل لي شرف اني عملت معكم في زوج بصراحه. يونس فتيسان ولا شريف حجار طريقه تعاملكم مع الصحافه في المستوى بصراحه
لا هي قلت لك انا في هذا السؤال يعني احتراما للنخب الوطني واحتراما لوسائل الاعلام، حتى يعني نقول باللي نتمناو ان شاء الله هذا سوء التفاهم هذا يزول، باسكو كما قال قبل الاخ قال لك من المنظومه تاع الكره سموه لازم مدرب اللاعبين، وخاصه اللي يجيو يعني الاعلام عنده دور كبير. نقول باللي هذا الشحنه اللي بيناتهم ماهوش الكل، يعني لو كان كما نقول ماهوش كل الصحافه، هو تريك ما يعنيش كل الصحافه اكيد. كي تحترم نفسك الناس قاعد تحترمك. يعني واحد يحترم نفسه يخلي الناس يحترم نفسه، ما يقدش الاخر يعني يعفسوه. اكيد لازم يكون احترام، دونك ما يحترمش نفسهم، سي نورمال يصرى هاد الحوايج، يصراو الحوايج. ولكن لازم يفهموا للزوج كي الداخل الوطني كي الصحفيين. هنا يعني باش هنا بالمصلحه تاع الفريق، وهذو يوصلوا المعلومه للشعب الجزائري، وما نشوفوش نعاودوا نشوفوا هذه المهازل هذه في كل الندوات الصحفيه، سواء من طرف الناخب او من طرف الصحافه، يعني تكون الصحافه تكون ندوه احترافيه. حتى شفنا يعني بعض الندوات يطلع ممثل ما يعرف تاع الصحافه ولا تلفزيون، هو اللي يختار شكون اللي كيبوز اللي يطرح السؤالات، تكون يعني منظمه. وهذا ما نتمنى طبعا. تفضل فقط شوف باش لقضاء على الاشكال هذا وهذا المسلسل اللي متكرر ماشي خلاص، لا يجب تفعيل دور المكلف بالاعلام وعطوا تحديد المهام الفعليه له. حتى بالماضي قال في الساعه وقال لك انا ماشي بالماضي يدير كلش، يعني ماشي بالماضي يقوم على كل الامور، صح. يعني دور المكلف بالاعلام مهم جدا، هو اللي عنده المهام تاعو اللي يخول له. كاين لكن مقصور في يا ربي في خليني نرفع نقطه ربما رضا شطرني الراي. لما ندوه صحفيه هي مخصصه للصحفيين والمصورين، وليس من هب ودب من يدخل الندوه الصحفيه سواء مع الناخب الوطني او في الملاعب الاخرى. لما نشوف انت منصه مخصصه للصحفيين تلقى فيها غرباء جالسين في اماكن صحفيين، وصحفي يروح يتنقل مع الانصار. هنا نفتح قوس، مش صح مش في الصحفي هنا يا رضا ولا لا؟ بيان سور نشوفوا في المنصات المخصصه بالصحفيين ولا غير الناس غرباء، وانت بلورد ميسيون بالكارت دو بريس وكذا وقصدوا له فوق راسك وما تدخلش البلاصه تاعك. عندهم كاع دي باتش يجيبوا لي باتش ما فهمتش. تفضل. هذه رضا الدور تاع المكلف بالاعلام، هذه واش نقول لك، هذه كوتش، هذه واش نقول، لازم تفعيل المهام تاع الصحفي، يعطي له الدور تاعو المحدد، هو اللي يقوم على الندوه الصحفيه، هو اللي ينظم، هو اللي يشرف، هو اللي يمد لابارول والجورناليست. حتى هو في انا نظن هذه هذه صاريه، هذه صاريه يكون معاه شك فوا يكون معاه في البلاطو. لا حتى شفناه في اللقطه الاخيره الوقت تكلم فيه بالماضي على الميكروفون، دار المكلف بالاعلام دار خزرفي قال له انا ما تدخل واش يدير؟ يعطيني مثلا عبد الوهاب واش يدير؟ معليش هو سي الويدو يسقم لك الميكرو. لا الميكرو هذا المدرب الوطني غلط، هو غلط بالماضي تكلم عن الميكروفون غلط. المدرب الوطني عبد الوهاب مزاجي اليوم هذا كيما شفناه في لا كونفيرونس الاخرى، ضغط كبير في راسه يجي يفرغ في الجورناليست. يعني بالرغم انا نقول يعني بالرغم انه فاز، يعني يا ترى يكون خسر، فاز يعني معلومات مرتفعه جاي فرحان على كونفيرونس بريس، تدخل بهذيك الطريقه، يعني والله امر محير ومعجب، يعني الكل تعجب من التصرف هذا واش نقول. خلينا